السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية مع مطبخ جديد في أسرار عالم الرخام والجرانيت. ده كوارتز مصنع في مصر. الناس شغالة منه على إنه هو مستورد، خامة صلبة وممتازة، حتى واضح إن إحنا عاملين الحرف يو ده قطعة كبيرة، طاولة سليمة طولها 3 متر والجناح ده 1.60 متر، وهناك جوه 1.35 سنتي الناحية اللي من ناحية الحيطة جوه، وجايبينه سليم ومطلعينه في الونش لأنه ما كانش ينفع يطلع على السلم لأن السلم ضيق. واحنا دايما بنحب نعمل الشغل بتاعنا كده يعني قطعة سليمة عشان ما يبقاش فيه لحمات، لأن مع مرور الوقت اللحمات دي بتفتح أحيانا لما الخشب يريح، وبتعمل مشكلة تسرب مية وتحتاج بقى معالجة وبتاع. فلما تكون القطعة كبيرة كده وما فيهاش لحمات بتبقى افضل، حتى الخشب لو ريح من ناحية كده ولا وطي من ناحية شوية ما يبقاش فيه لحام يفتح. فدايما كل ما كان الشغل لحماته قليلة بيكون افضل. بعد كده احنا عاملين هنا غطا بتاع ماسورة الغاز، بنعمل الغطا كده بالشكل ده وبنقفله كويس وشكله جميل جدا. بعد كده بنعمل الفاصل، بنعمله متعرج ما بنعملوش عدل، وبنديله كله بنفس لون العرق، بيبقى شكله اجمل ما يكون عدل واضح انه لحام. بعد كده عندنا التخانة ال4 سنتي بنعملها شطف 45. هنسمع رأي يا دكتور، ادينا رأي حضرتك في الشغل، واللي اهم من الشغل المواعيد. ما شاء الله بجد، يعني الشغل زي الفل والتقفيل كويس جدا جدا، ما كنتش متخيل ان هو يكون كده. والفراغات ما بين اللحامات فعلا متقفله كويس، والفينش بتاع المدخنه والفيش ما شاء الله عليه، يعني بصراحه يعني مظبوط قوي. وكمان الحوض انا ما كنتش متخيل يبقى كده، لانه عمل له 2 مللي تحت بحيث ان هو يبقى غاطس شويه. تمام. لا، والتسليم زي الفل يعني بصراحه، يعني في نفس الوقت المواعيد لا مظبوطه جدا جدا يعني، وهايل. يعني انا يعني اوصي باللي عايز يعمل كوارتز في مصر يكلم الشيخ خالد، وما شاء الله يعني ربنا يكرمه يعني، وجزاك الله خيرا. يعني ان شاء الله يكون مش اول مره، وتكون على طول مع بعض في كل مكان. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، شكرا. ملحوظة هنا صغيرة برضه هتكلم عنها. تحت الخشب الجزء العلوي الرخام مش واصل للآخر، في فراغ 5 سنتي، وده هيتقفل خشب بناء على طلب الدكتور صاحب المطبخ. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.